والأمناء والموت يشهد أننا قدر لمن خانوا البلاد ولكنوا وأساءوا. دف دماؤك للحياة عطاء، هي للخلود منارة وضياء. جاءتك للمتن العظيم جحافل، بمتونها القسم العظيم مضاء. جاءت تجدد عهدها لفدائكم وعرينكم بفدائكم، والداء ذا جيشك القومي يزحف للعلا زحفا تكلله الخطى الشماء. ذا جيش حزبك للفداء مجند، ما راعه العملاء والدخلاء. ذا جيشك القومي كيف رجاله، والشبل فيه فارس معطاء. زهراته أشباله، فتياته فتيانه، ورجاله العظماء. إن الشهادة بالدماء رويتها، ماذا يقول الشعر والشعراء؟ ما بين ميلاد وبين شهادة علمتنا أن الحياة إباء. تفاقى الفينيق في دمشق. دمشق قلب سوريا وقلب لبنان وقلب العرب أجمعين، فيها تفاقى الفينيق. فينيق لبنان، فينيق الدهور والشوير والمتن، فينيق جبل لبنان. هذا الفينيق الذي استبيحت دماؤه على رمال بيروت استفاق في دمشق. كلمة النهضة القومية الاجتماعية تنفض عن جسدها غبار التاريخ، تتجدد تبعث من جديد. كلمة القومية الاجتماعية، كلمة المؤسسات القومية الاجتماعية، كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي، كلمة أبناء الحياة. يا أبناء الحياة، لمن الحياة ولمن نحيا، ومن هو قائدنا؟ ليحيا سعادة، ليحيا سعادة، ليحيا سعادة، لتحيا سوريا، لتحيا سوريا، لتحيا سوريا. كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي، كلمة الرئيس القائد معنا دوما إلى الأبد، الرئيس عصام المحيري. جميع العسكريين جانب سلاح حي. لا لا أيها الحفل الكريم، أيها الرفيقات والرفقاء، يا طلائع جيشنا القومي، يا أشبال سعادة، حين قرر الحزب السوري القومي الاجتماعي اعتبار يوم استشهاد سعادة في 2 من تموز هو يوم الفداء، فبأن دور سعادة الفكر ودور سعادة العمل في تفجر الطاقات الثورية
في صفوف السوريين القوميين الاجتماعيين أدى وبفعل قوة سعادة الاستشهادية في 2 من تموز أن يغدو تاريخ الحزب السوري القومي. سوف يتمكنون من أن يحجبوا نور المعرفة عنكم يا أبناء الجنوب، إلا أنكم قلتم بأن من كان شعاعات لشمس التحرير انطلاقا من الجنوب، لا لعرض الجنوب فحسب بل لفلسطين، لن يمكن لأية قوة في الأرض أن تحجب هذه القوة الإلهية التي تجسدت بقياداتنا الآلهة استشهاديين ومقاومين وطنيين على أرض الجنوب. نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي ليست لنا قضية الحزب، وقضيتنا ليست عددا نعده بعدد الموالين وعدد المحازبين. نحن وفي هذه المرحلة التاريخية لنا لم نعد أعضاء حزبنا لنتباهى بهم سياسيا، بل أصبحنا نعد شهداءنا لندخل حركة التحرر في العالم. ولهذا نحن معنيون مع كل القوى الوطنية اللبنانية أن نعد لا مشاريع وطنية نطرح لها عنوانا طويلا عريضا: مشروع وطني تقدمي ديمقراطي علماني إلى آخر ذلك. لم يعد مسموحا لكل القوى الوطنية، أحزابا وتنظيمات وشخصيات، أن تفتش عن القواسم المشترك في خصوصياتها لتصيغ المشروع الوطني. نحن لسنا هذا، ما نطمح إليه في قيام المشروع الوطني. نحن نطمح بأن يقوم مشروع وطني باسم كل أبناء هذا الشعب